حاجة زي جوجل أو يوتيوب أو فيسبوك أو أنظمة مترابطة ببعض زي أنظمة البنوك مثلا. طيب البراوزر أو الويب عموما مش للبراوزنج بس، يعني مش بتصفح أخد معلومة أسمع أخبار، لأ، أنا ممكن يكون ابلكيشن زي فيسبوك رابط الناس كلها ببعض، ممكن يكون بيزنس زي أمازون ينفع أدخل عليه أشتري اللي أنا عايزه. الويب عموما بيحصل عليه تفاعل، ان انا اشوف فيديو، اطلب اوردر، ادوس على زرار، كل ده بيبقى تفاعل مني انا كيوزر للويب، او تحديدا الويب سايت بعدين بيسمع في الويب. طيب ازاي الويب عموما بيشتغل؟ مثلا دخلت عملت ريكوست ان انا مثلا عايز افتح ويب سايت زي جوجل دوت كوم. البراوزر اللي انا شغال عليه ايا كان ايه، سواء كان كروم او سفاري او ايدج او فايرفوكس، كل دي انواع من البراوزرز، بتتواصل مع السيرفر وتقول له إن في ريكوست إن أنا عايزة ملفات جوجل. فإيه اللي بيحصل؟ البراوزر بيحضر الملفات دي اللي هي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، ودي اللي إحنا كفرونت إند اختصاصنا إن إحنا بنجهزهم، بعدين يبعتهم للبراوزر. البراوزر بعديها يقوم جاي واخدهم على الشاشة عندك ويعرضها لك. عملية الريكوست وإن هو يستنى لغاية ما يرد عليه بالملفات وكل ده، دي عملية اللودنج. إن تلاقي الويب سايت مثلا ساعات تقيل، ليه؟ مش ممكن ما يكونش بطء من النت عندك، ممكن يكون السيرفر عليه ضغط كبير، ممكن يكون النت بطيء عندك فالعملية مش عارفة تعمل بسرعة. طيب ليه عموما الفرونت اند مهم، او ليه الويب سايتس عموما مهمه؟ عشان الويب سايت ممكن يشتغل على الموبايل، ممكن يشتغل على تابلت، ممكن يشتغل على شاشه عربيتك، ممكن يشتغل على اي حاجه. في نفس الوقت ان بتحط فيه، لو شركه مثلا بتحط فيه الثيم بتاعها، الشكل بتاعها، الستايل بتاعها، كل افكارها بتحطها في الويب علشان يقدر يفتح على سواء كان الموبايل او التابلت او اي حاجه زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب مصطلحات أساسية كده لازم نعرفها قبل ما ندخل في الويب، هتفيدنا كفرونت وكباك. أول حاجة، الويب زي ما احنا شرحنا هو السيستم اللي بيربط كل الصفحات دي ببعض. ال URL، ال URL ده عنوان الصفحة اللي أنت عايز توصل لها، اللي هو مثلا google.com/search أو مثلا يوتيوب وبعديها ال ID بتاع الفيديو. كل ده اسمه ال URL، اللينك الكبير اللي بيوديك تحديدا للصفحة اللي أنت عايزها. طيب بعديها الدومين، الدومين ده أكيد سمعنا اسم الدومين ده قبل كده. محتاج دومين عشان أرفع الويب سايت بتاعي، محتاج دومين محجوز فلازم أدور على دومين تاني. كل الدومين ده اتذكر قبل كده كتير. الدومين ده هو الاسم اللي إحنا بنعرف نفتكره، الإنسان أكيد مش هيفتكر اسمه طويل أو مش هيفتكر الأي بي بتاع الويب سايت، بس يقدر يفتكر جوجل دوت كوم، يوتيوب دوت كوم، يقدر يفتكر أي حاجة بسيطة زي كده. فبالتالي ده اللي اسمه الدومين، عشان كده هو لازم يبقى دومين واحد لويب سايت واحد، أو بالأصح الدومين لويب سايت واحد. طيب ال DNS بقى، إيه ال DNS ده؟ ال DNS ده عامل شبه الدليل بتاع التليفون زمان. دليل الموبايل كنت بتديله مثلا اسم المكان يطلع لك رقم موبايله. طب ده إيه علاقته بالويب سايت عندنا؟ اي ويب سايت عموما بيبقى ليه حاجه اسمها اي بي. الاي بي ده اللي احنا بنخلي اللي هو ايه، عامل زي الرقم اللي بنخلي بعديها الدومين مربوط بالاي بي ده. فيجي الدي ان اس ده اللي هو عامل شبه الدليل، يشوف مثلا انت دخلت جوجل دوت كوم، طب تمام، من جوجل دوت كوم الاي بي بتاعها كذا، فهو عارف يتواصل فين. حاجة زي التحويل من لغة الزيرو والواحد بتاعة الكمبيوتر كده. هو أنت بتحتاج حاجة تعمل لها كومبايلر مثلا يحول لغة البرمجة دي للزيرو والواحد، ده شبهها اللغة التواصل بتاعة السيرفرز بالاي بي. سيرفر بقى عموما إيه هو السيرفر؟ السيرفر ده هو كمبيوتر قوي بيبقى جواه الداتا اللي هو بيخزنها، وفي نفس الوقت بيبعتها. ده لما البراوزر بيجي يطلب منه مثلا يقول له عايز ملفات جوجل مثلا، فيقوم جاي جايب له مديله ملفات سواء كانت HTML أو CSS أو جافا سكريبت. طب لما يقول له مثلا خد البيانات دي خزنها عندك، زي ما كان مع باشمهندس أحمد اللي هو إن هو بيتواصل عشان يخزن داتا عنده في داتابيز، ده برضه عن طريق السيرفر. الهوستنج،
هوستنج ملخص بسيط، الهوستنج هو ايجار. طب ايه علاقه الايجار؟ الايجار دي الخدمه اللي بتخليني ان انا اجر السيرفر ده. انا محتاج سيرفر اخزن عليه بياناتي ويعمل لي عمليات ويقسم لي داتا ويفلترها لي وكده. فبالتالي ان انا هحتاج سيرفر، فهأجر سيرفر يقوم لي بالموضوع ده علشان يخلي الويب سايت بتاعي اونلاين، ان اي حد يعرف يوصل له. ال HTTPS دي ده مصطلح ليه علاقة بالشبكات والسايبر سيكيورتي، بس هنحتاجه شوية. اللي هو ده بروتوكول أو طريقة تشفير بين البراوزر والسيرفر، عشان الداتا بتتبعت من البراوزر للسيرفر والعكس. فبالتالي لازم الداتا تبقى متشفرة، عشان ما ينفعش أي حد يجي في النص يأتاك فياخد الداتا. فهي بتبقى ليها نوع من أنواع التشفير، زيادة أمان. واخر واهم حاجه هي ملفات ال HTML وال CSS والجافا سكريبت اللي احنا عمالين نجيب اسمها بقالنا كتير قوي. ايه هي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت؟ دولت حاجه زي، خلينا نقول لغات برمجه، مع ان ده مش ادق مصطلح، بس هي لغات برمجه علشان بتخليني ان انا اقوم او اعمل ويب سايت كامل. طب هل ثلاثه ليهم نفس الاستخدام؟ اكيد لا، ما كناش هنستخدم الثلاثه. كل حاجه وليها استخدام. ال HTML مثلا ده الاستراكشر بتاع الويب سايت. يعني ايه؟ ده الهيكل بتاعه، اللي هو بيحدد هحط مثلا الكلام هيبقى مكتوب فين، مكانه، الحاجات الأساسية، عامل شبه أساسيات العمارة. الأساسات بتاعة العمارة هي ثابتة، معروف الشقة دي حجمها كذا، الشقة دي حجمها كذا، في بينهم عمود مثلا، كل ده معروف. طيب والسي اس اس ده الستايل، خلينا نقول النقاشة، الألوان. عايزين نكبر مساحة شوية، نقللها شوية، بس ما يضرش بالأساسات. طب الجافا سكريبت ده التفاعل، ده اللي بيخلي الويب سايت متفاعل. يعني ايه متفاعل؟ يعني ابعت فيه داتا، او يعني مثلا اكتب داتا فادوس سند تتبعت للباك اند، ده عن طريق الاي بي اي. ان انا مثلا اخلي الويب سايت يتشيك الاسم ده مكتوب صح ولا غلط مثلا، او الباسورد ده ضعيف ولا قوي. فكل دولت اللي بيخلوني أكون الويب سايت عندي، إن هو كل عبارة عن أدوار متقسمة، كل واحد ليه دور معين بيقوم بيها، عشان بعد كده كل ده يكون لي ويب سايت أساسي أقدر إن أنا أستخدمه. ال HTML، هل هي اسمها HTML؟ لا، HTML ده اختصار ل Hypertext Markup Language. مش هنشرح قوي عشان دي introduction بسيطة، فبس هي ده المختصر بتاعها، إن هي اختصارها HTML. فايدتها ايه؟ ان دي زي ما قلنا هي المسؤولة عن الاساسات بتاعت الويب سايت بتاعي، والكونتنت ايه هو الكونتنت اللي هيتعرض، وهيبقى مكانه فين، وهيبقى متقسم ازاي. كل دي مسؤولية ال HTML. خلينا نقول هي عاملة شبه الهيكل العظمي. يعني ايه؟ ما ينفعش اقول ان مثلا عظم الحوض في الدماغ، لا، هو ليه مكان معين، اختلاف بقى من شخص للتاني، بس هو ليه مكان ثابت. كذلك في الويب سايت عندي لو حطيت حاجة في مكانها، ما ينفعش أقول لك لا هي تطلع فوق شوية، لا تنزل تحت شوية. ما ينفعش، هي في كستراكشر فهي محطوطة في مكانها زي ما هي، وبالشكل اللي أنت محدده ليها. طيب أشهر الإلمنتس، أول حاجة يعني إيه إلمنت؟ إلمنت ده عنصر. يعني إيه؟ خلينا نقول نوع حاجة مثلا زي الموبايل وزي اللابتوب. كل واحد فيهم، هما الاتنين ممكن يكونوا الاتنين مثلا بيعملوا براوزنج، بس كل واحد فيهم، يعني لما اقول لك لابتوب فبيجي بدماغك شكل معين، لما اقول لك موبايل بيجي شكل معين. موبايلات بتختلف واللابتوبس بتختلف، بس كلهم ممكن يقوموا لي بدور مشترك، زي مثلا ان ده بيعمل براوزنج وده بيعمل براوزنج. كذلك عندي ان الاليمنتس دي فيها حاجات مشتركه، حاجه مثلا زي الاتش 1 او الاتش عموما والبي، كل دولت بيعرضوا لي تكست ان انا بكتب جواهم كلام. طب ايه الفرق؟ الاتش من اتش 1 لحد اتش 6 هم مسؤول عن الهيدنج. ايه الهيدنج ده؟ الهيدنج ده زي التايتل اللي موجود عندي فوق، تايتل اللي هو HTML Hypertext Markup Language. ده هيدنج ليه عنوان اساسي للبيج او السلايد دي، فلازم يبقى التركيز موجود عليه. طب والبي الكلام اللي مكتوب تحته، اللي هو كلام ممكن يكون ليه علاقة بالهيدنج، بس هو كلام مش عنوان، هو كلام عادي ينفع أقراه، فمحتاج خطه يبقى طبيعي. طيب حاجة زي الاي ام جي اللي هي ايمج، دي بتخليني ان انا اعرض صورة في الويب سايت عندي. والاي دي اختصار لانكر اللي هو اللينك. والديفو سيكشن دي خلينا نقول ان هي حاجة زي كونتينر.
كونتينر بقدر احط جواه اللي انا عايزه. او ليه احط جواه حاجه؟ لان هو بيساعدني في التنظيم. طب بحط جواه ايه؟ اي عناصر تانية. احط مثلا جوه الديف ده H1 ومعاها بي ومعاها صوره مثلا. فكل ده هو بيساعدني في اللاي اوت، في التقسيمه. يعني ايه لاي اوت؟ يعني التقسيمه بتاعت الويب سايت، كل حاجه في مكانها، كل حاجه ليها شكل محدد. ده مثلا شكل طريقه الكتابه، ان احنا عندنا نكتب التاج اللي احنا محتاجينها وجواها الكلام، وفي الاخر بيبقى موجود في الاخر بيبقى موجود نفس التاج بس موجود فيها سلاش. طيب، ملخصا، الاسم بتاع التاج اللي هي اول واحده اللي هي H1 فيها انجل براكت، دي اسمها opening tag، واخر واحده اسمها closing tag. طيب، ايه الفرق بينهم؟ مش هنشرحه المره دي علشان دي introduction. بس ان هي واحده خلينا نقول ان هي بتبدا، بتقول ايه العنصر وبيبدا فين، واخر واحده بتقول بيخلص فين، وبيتكتب بينهم الكلام. كذلك ال H1 وكذلك ال P. طيب، ال CSS بقى. ال CSS ده اختصار برضو لكاسكيدنج ستايل شيت. يعني ايه كاسكيدنج ستايل شيت؟ من اسمها ستايل شيت، ان هي بتعمل ستايل للويب سايت عندي، وبتعمل ستايل لملف ال HTML اللي انا رابطه بيه. دي اللي بتتحكم في الكونتنت شكله هيظهر ازاي، مش ايه الكونتنت هيظهر ازاي. يعني هي ما بتلعبش في الكونتنت خالص. طيب، بتتحكم في ايه او بتعدل ايه؟ بتحكم او بتعدل في الالوان، في المقاسات. لو عايز احط انيميشنز او ترانزيشنز، حاجه بتتحرك في الويب سايت عندي، عايز احط مسافات بين الحاجات، اي حاجه مسؤوله عن التنسيق هي اللي مسؤوله عنه السي اس اس. ده شكل الكود، ان انا بعدل على حاجه. انا مثلا عايز اعدل على اللون، فبكتب الكالر وبديله الفاليو اللي انا محتاجه. الفاليو وليكن بلو. حجم الخط، تكست الاين، يعني مكان الخط فين. واللي فوق دي ان انا بنادي على الاليمنت. يعني ايه؟ يعني بقول له عدل لي على الاليمنت ده. الاليمنت مثلا اللي هو H1 عدل لي عليه، خليه بالطريقه دي. وينفع برضه انادي عليها بحاجه تانية، بكذا حاجه، سواء كان الاليمنت زي H1 او P بنادي عليهم، او بديله بقى حاجه زي الاي دي، وده بيبقى فاليو معين او قيمه معينه خاصه بالاليمنت ده بس في الصفحه كلها، او بالاصح في الويب سايت كله. والسي اس اس ده اسم عام عادي. كل دي طرق ان انا بنادي على العنصر عشان اعدل عليه. فخلينا نقول ان السي اس اس زي اللبس للانسان، او زي الدهان للحيطه، ان هي بتخلي فيه ستايل معين او بتخلي فيه شكل معين. ان انا ممكن اغير في الالوان او في المقاسات عشان تخليها اجمل، تخلي ال HTML اجمل. طيب، والجافا سكريبت بقى. جافا سكريبت دي المخ بتاع الويب سايت. ليه المخ؟ لأن هي اللي بتقوم بعمليات كتيرة أوي، هي اللي بتخليه عايش، إن هو يقدر يعدل على كونتنت، أو إن هو يقدر يعمل أكشن معين، أو يتكلم مع السيرفرات، إن هو يحلل الداتا يقسمها، أو يظهرها بشكل تاني. ف... طب هي إزاي بتشتغل؟ أو بتشتغل بإيه؟ إن أنا مثلا لما أدوس على زرار ممكن أخليه يعمل حاجة بالجافا سكريبت. إن أنا مثلا لو عايز أخفي عنصر أو أظهره، إن أنا عايز أبعت أو أستقبل بيانات من غير ما أعمل ريفرش للصفحة، اللي هو ال API. إن أنا أعمل أنيميشن أو أحط تحذير، مثلا أنت مثلا كاتب الباسورد ده ضعيف فيظهر لك تحذير تايمر، حاجة زي كاونت داون اللي هو قبل الأوفرز مثلا. طيب، الكود ده كبير، يعني يعتبر صعب إن هو يتفهم. بس هنشوف الأول هو شغال إزاي. ده عبارة عن زرار، إن أنا لما مكتوب جواه كليك مي، ولما بدوس على الزرار ده بينفذ لي فانكشن. طب إيه الفانكشن دي؟ فانكشن دي جزء من لوجيك أو كود أنا ممكن أكرره كذا مرة، فبحطه في حاجة زي بلوك معين، صندوق معين، بحيث إن أنا أقدر أناديه في كذا وقت، ما يبدأش أول ما الصفحة تبدأ مثلا تعمل لها ريفرش. زي مثلا في الباك اند كان اللي هي حالة اف كونديشن، دي كان برضو ممكن احطها جوه هنا في الفانكشن، بس اكيد باستخدام تاني، لكن الاف واحدة. ممكن احطها وان انا اعدل عليها، بحيث مثلا هو كل ما يدوس على الزرار يتشيك مثلا اسمه موجود عندي في الداتابيز ولا لا، بعد ما يتواصل طبعا مع الداتابيز.
كباك اند. بس هو عندي لما ادوس على الزرار هو بيشوف الاليمنت. لو نبدا نفهم بالعقل، document دوت جيت element باي اي دي، يعني هتجيب لي element او هتنادي لي على element بالاي دي بتاعه. انا هنا محدد للبي اي دي اسمه ديمو، فبيجي في الديمو هو كده ناداه. ودوت انر تكست يعني الكلام اللي جواه خليهولي يو كليك ذا بوتن. فبالتالي ايه الشكل اللي هيظهر؟ ان انا هفتح الويب سايت عادي، هلاقي ان في زرار اسمه كليك مي، تحتيه كلمه هلو. اول ما ادوس على كليك مي اللي هو الزرار ده، هيظهر لي بدل هلو اللي تحت يو كليك ذا بوتن بس. فخلينا نقول إن الجافا سكريبت ملخص برضو إن هي الجزء العصبي بتاع الويب بيج، اللي هو لو هنشبهها بالإنسان يعني. إن أنا بيخليه متفاعل، بيخليه دايناميك، بيخليه ذكي. ولو هنشبه الموضوع بالعربية فهيبقى ال HTML ده الهيكل الحديد بتاع العربية. طب وال CSS الشكل بتاع العربية، هو هيبقى شكلها عامل ازاي، لونها، حجم العجل بتاعها، شكل الفوانيس. طيب الجافا سكريبت دي هتكون هي الجزء الأساسي أو الجزء بتاع الحركة. إن أنا لما أدوس على البنزين تمشي، لما أدوس على الفرامل تهدي أو تقف. كل ده اختصاص الجافا سكريبت. هنا دلوقتي نبدأ في جزء الإديت أند ليرن. بس يعني لو في حد في حاجة مش فاهمها أو واقفة معاه ممكن يقول لي عادي. طيب تمام، نبدأ في جزء الإديت أند ليرن. دلوقتي ده ويب سايت عندي إن أنا بكتب جواه الأكواد بتاعت ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، ويطلع لي الأوتبوت ببساطة اسمه كود بن. الويب سايت ده هو مش احنا مش هنعمل الويب سايت ده، احنا هنعدل جواه. دي حاجه اسمها اديتور، زي الاديتور اللي بنكتب جواه اي لغه برمجه تانية لو حد درس بايثون مثلا. ده يعتبر اسهل حاجه لان هو بيشتغل على البراوزر زي ما قلنا، زي ما هو واضح قصدي. وفي نفس الوقت مش هيحتاج عادي، ممكن اشغله من اللابتوب او اشغله من الموبايل، بس مش بروفيشنال، ده بس عشان نعمل تيست مع بعضين. فخلينا مثلا نكتب تاج اتش 1. انا عايز اعدل على تاج، اكتب قصدي تاج اتش 1. فهعمل انجل براكت واكتب اتش 1 واقفلها، اكتب جواها مثلا هلو، بعدين هقوم جاي اقفلها واعمل سلاش سلاش قصدي اتش 1. لو جينا بصينا في الاوتبوت عندي كتبت هلو، جيت عدلت مثلا فيها خليتها الاتش كابيتال، هاجي استنى بس شويه الاتش كابيتال. فبالتالي ان اي تعديل بكتبه هنا بيظهر بعديها على طول في الاوتبوت. طيب تاج مثلا زي تاج البي، انا بعمل بي فيلها بكتب جواها مثلا هاي، وبقوم جاي قافل كده بعمل سلاش بي. لو جينا ركزنا هنلاقي ان في فرق احجام، ان ال H1 كبيرة قوي في حين ان البي صغيرة. ده منطقي ان عشان الهيدنج لازم يكون كبير علشان يبان للعين او يشد العين. فمثلا أنا ممكن اجي اكتب هنا كده شابتر 1. اكتب بعديها مثلا أي حاجة مثلا read the book. فبالتالي الكلام عندي بقى إن هو chapter 1 ده heading، و read the book ده title عادي أو كلام عادي paragraph. طيب هل أنا عندي H1 بس؟ لأ، أنا عندي مثلا حاجة زي H2. طيب إيه الفرق بين ال H1 وال H2؟ ال H1 وال H2 فرق أحجام. يعني لو جينا كده كتبنا this، لو جينا بصينا في الفرق هنلاقي إن شابتر 1 دي أكبر اللي هي ال H1. طب وال H2 هي أصغر بشكل ملحوظ. طيب هنيجي نحط بعديها مثلا بوتن، هنكتب بوتن.
طيب البوتون عموما، او لو لاحظنا حاجه لغايه دلوقتي هنلاقي ان ال HTML يعتبر كل كلامه مفهوم، ان هي يا اما اختصارات يا اما الكلمه بتتكتب زي ما هي. بوتون بتتكتب زي ما هي، البي اختصار لباراجراف، فهي عباره عن فوكاب، كلام عادي، وده اللي مخليها سهله ان احنا نتعلمها. HTML دي اسهل حاجه في الويب، وبعديها CSS، وبعديهم بقى الجافا سكريبت لان هي لغه برمجه بحد ذاتها. طيب انا كتبت، بص هنا هنلاقي ان هو في حجم صغير قوي او حاجه صغيره قوي اللي هي بوتون شغال، بس صغيره قوي. طب ومش ظاهر جواها حاجه ليه؟ لان انا هنا ما حددتش ايه اللي هيظهر جواها. يعني ما كتبتش مثلا، هكتب هنا مثلا كليك مي، فلو جينا بصينا هنلاقي هو الشكل بقى طبيعي. هي كليك مي وفيها الكلام، وفيها ال H2، وفيها الشابتر 1. ده كده كان جزء ال HTML. ان انا ك HTML يعتبر شرحت فيه حاجات كتير. طيب ال CSS بقى، احنا قلنا ان احنا بننادي على الاليمنت ده، فبننادي عليه ازاي؟ بنكتب اسمه. هنبدأ بأسهل طريقة اللي هي ان احنا نكتب اسمه. ننادي مثلا على H1، كتبنا ال H1، بعدين هنفتح curly braces، أقواس اللي هي الأقواس بالشكل ده، ونكتب جواها بقى ال value اللي احنا عايزينه أو ال property اللي احنا عايزينه. خلينا نكتب مثلا حاجة زي color. أنا عايز أعدل في اللون. الكلام ده اللي هو لون التكست نفسه، الكلام اللي ظاهر أنا عايز أعدل في لونه. هكتب كلام، بعدين هعمل كولوم، واكتب مثلا أي حاجة أنا عايزها بت، وأعمل سيمي كولوم. لو لاحظنا هنلاقي إن إيه اللي حصل؟ إن شابتر 1 بقى لونها أحمر، طبيعي يعني. بس ده خلاني إن أنا أعمل ديزاين ليها، إن أنا أعدل في ألوانها. فأنا لو خليتها مثلا جرين أو أخضر بقى لونها أخضر. هاجي مثلا أعدل في حاجة زي تاج البي مثلا، عايز أخلي لونها وليكن أزرق. فهعمل إيه؟ هعمل نفس اللي عملته في ال H1 اللي هو كلر. لو جينا بصينا هنلاقي إن لونها اتغير بقى أزرق. طيب نعدل بعد كده على البوتون. هنيجي نقول مثلا إن البوتون هننادي عليه إزاي الأول؟ هننادي عليه زي ما نادينا على ال H1 ونادينا على ال P، إن إحنا كتبنا اسم التاج أو اسم الإلمنت بمعنى صح. فهنيجي نكتب هنا بوتون بريسز. دلوقتي بقى انا في الزرار ده عايز اعدل ايه؟ مش هعدل في اللون اول حاجه، هعدل مثلا في حجمه. انا شايف ان حجمه صغير، فهديله مثلا ويدث اللي هو العرض، هكبره مثلا هخليه 200 بكسل. لو لاحظنا فهو البوتون بقى اعرض، بقى اكبر. طيب هاجي هنا هخليه مثلا الهايت، هخلي الهايت مثلا ليها 50 بكسل. البوتون بقى أكبر أو أطول بمعنى صح، فبالتالي أنا غيرت حجم البوتون. طيب عايز أغير في حجم، هو البوتون كده شكله حلو كبير بالنسبة للديزاين اللي أنا محتاجه مثلا، بس الكلام اللي جواه صغير. فهاجي هكتب حاجة أو هستعمل property اسمها font size. الفونت سايز دي، فايدة الفونت سايز دي من اسمها إن هي بتتحكم في حجم الخط. يعني هو حجمه قد إيه، كام بيكسل مثلا. يعني هخلي مثلا إن هي 20 بكسل. لو جينا بصينا حجمه بقى أكبر. عندي بس عشان الديزاين شوية بس كده. حجمه بقى أكبر وبينفع كليك عليه عادي. طيب نديله مثلا اللون الرمادي اللي في الخلفية ده أنا مش شايفه إن هو حلو، أو شايفه إن هو يعني HTML خام عايز أعدل عليه. فممكن عادي أعمل حاجة اسمها باك جراوند كولر
واديها value اللي هو مثلا هنخليه جبين، هنخليه أخضر، فبالتالي لونها بقى أخضر. طيب الأخضر مع الأسود شكله مش ألطف حاجة، فهنعمل إيه؟ هنعدل على الكلر في وايت، شكلها كده مقبول إن أنا ينفع عادي بقت بوتن، ولما أدوس عليه هو بوتن. طيب نيجي بقى نعمل حاجة بالجافا سكريبت اللي هي كانت هنا، إن هو كان بيغير كلام في الكونتنت. نيجي مثلا هنا ونعمل فانكشن. الفانكشن دي اللي هي دالة، هي بتقدم لي قيمة معينة، أو بالأصح هي جزء من الكود وأنا بكتبه جوه فانكشن عشان ينفع استخدمه كذا مرة. فخلينا نعمل في الفانكشن دي لازم نديها اسم طبعا، فممكن نخليها بوتن، ممكن نخليها بوتن مثلا، ده أي اسم أنت حابه على حسب الاستخدام. وباجي بعديها بفتح أقواس عادية وبفتح بعديها كيبل بيسز. ده كده أنا عملت الهيكل الأساسي بتاع الفانكشن، أقدر بقى جواه أكتب اللي أنا عايزه. فأنا عندي حاجة حلوة اسمها alert. يعني إيه alert؟ alert ده اللي هو التنبيه، إن أنا مثلا لما تكتب حاجة فبتلاقي مسج طلعت لك في البراوزر بتقول لك إن في مشكلة في حاجة معينة، أو إن حاجة معينة مثلا اليوزر نيم غلط. لو أنت بتعمل لوجن في الفورم فيطلع لك alert إن اليوزر نيم غلط. فهعمل هنا في الاليرت، وبس هكتب جوه الاليرت هعمل دبل كوتس عشان احدد ان اللي جواه ده سترينج او تكست بالاصح، وهكتب جواه مثلا نفس اللي كان مكتوب. بي تي ان دي خاصه بالبوتون، فبالتالي الفانكشن مكتوبه ومش مطلعه لي هنا ان في اي مشكله، فالدنيا تمام. طيب هاجي بدوس على الزرار مفيش حاجه بتظهر. طيب مش بتظهر ليه؟ علشان انا ما حددتلوش او قلت له ان البوتون ده هو اللي بينفذ الفانكشن دي، او بينفذ الكود ده. فهاجي استخدم حاجه اسمها اون كليك. ايه اون كليك دي؟ ان اول ما ادوس عليه، او لما ادوس عليه بمعنى صح، ينفذ لي حاجه بقى كانت جافا سكريبت، او هي مش كانت، هي حاجه جافا سكريبت بس ايا كانت ايه اللي انت اللي بتحددها. فانا عايزه مثلا ينفذ لي اللي هي البوتون اف، فهاجي اكتب هنا بوتون اف، بس لازم احط بعديها الاقواس دي عشان يجي ينفذها. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان هي كانت محطوطه، فهنا عشان ينفذها او افهمه ان دي فانكشن، فالفانكشن بتتعرف عن طريق الاقواس اللي بعدها دول. فباجي هنا لما ادوس ظهر لي alert you clicked the button. فبالتالي اللي احنا عملناه ده كله هو عباره عن ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. طيب استفدنا بيهم ايه؟ احنا ممكن نعمل بالموضوع ده افكار كتيرة جدا. ده يعني حتى لو مش هنلجأ للبنك كويب سايت بنجربه مع بعض، ممكن نعمل ويب سايت بيتشيك مثلا أنهي عدد أكبر من التاني. ويب سايت بدخل له أرقام معينة وهو بيرتبها لي. كل ده ممكن أعمله بال HTML وال CSS والجافا سكريبت. الشغل بتاع ال HTML وال CSS هو الديزاين اللي بيظهر للمستخدم. طيب الجافا سكريبت هي بقى اللوجيك، ان انا زي ما قلت لك يتشيك عدد اكبر من التاني، يشوف مثلا يرتب لي الاعداد. كل ده فايده الجافا سكريبت. طب لو ويب سايت كبير، احنا خلاص هنعمل بال HTML وال CSS الهيكل والتصميم، والجافا سكريبت هي اللي هتدي التفاعل بتاع الصفحه، وفي نفس الوقت هي اللي تبعت وتستقبل داتا، او ان هي لما تاخد الداتا تقدر تقسمها. فبالتالي ده استخدام، او ده جزء من الاساسيات بتاعت الفرونت اند. كده يعتبر احنا خلصنا الجزئية بتاعت التعديل، إن احنا نكتب كود. طيب نجرب نعدل كود كده مع بعض. هنعدل عليه ازاي؟ هنفتح جوجل دوت كوم، نفتح جوجل، الويب سايت بتاع جوجل عادي، وهنيجي في الويب سايت نفتح حاجة اسمها انسبكت. ايه الانسبكت ده؟ الانسبكت ده واحنا شغالين هنلجأ له ليه؟ لأن اللي بيبقى موجود فيه مثلا حاجة زي الكونسول،
بتاع الجافا سكريبت، ان لو عايز اطلع رساله افهم بيها مثلا اللوجيك مترتب ازاي، او اشوف المشكله فين فبتظهر لي في الكونسول. ان انا اشوف الكود بتاع ال HTML وال CSS بتاع الصفحه، فده بيظهر لي في الانسبكت عموما بقى في جزء اسمه الاليمنتس. فهاجي ادوس على الانسبكت، هلاقي ان هو قسمها لي، او قسم لي الصفحه جزئين مثلا. جزء مكتوب فيه جوجل وجزء مكتوب فيه تعاويذ باين بس لا، هي مش تعاويذ، هو مكتوب فيه الأكواد بتاعت ال HTML فوق وال CSS تحت. طيب إيه فايدة الموضوع ده؟ أو الموضوع ده فادني بإيه؟ وهل ده أصلا السورس كود بتاع جوجل؟ أكيد لأ. إحنا زي ما قلنا لما جينا اتكلمنا في البرزنتيشن، إن السيرفر بيبعت بيانات أو بيبعت ملفات اللي هي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. الملفات دي اللي انا جيت عندي في جوجل لقيتها هنا. طيب هل البيانات دي شكلها عامل ازاي، او هل البيانات دي هي البيانات الاساسيه عنده؟ لا، هي نسخه بعد ما اتعمل لها تحليل او اتعمل لها تقسيم وحط فيها بيانات معينه من اللي هو محتاج بس يظهرها لي، لكن في جزء كبير جدا غايب عندي. هاجي هنا مثلا عندنا حاجه بتعدل او بتخليني اعمل سيلكت الاليمنت معين اللي هو الشكل ده. طبعا انت ممكن الانسبكت عندك يكون في الجزئيه اللي تحت مش في الجنب، فده عادي احنا بنتحكم فيه من هنا. هنا وبنختار هو فين، يعني هو ممكن يكون تحت كده بس. فالمهم هنيجي نرجعه تاني زي ما كان. والحاجة دي أو الزرار ده بيخليني إن أنا أعمل سيلكت على أي إلمنت أنا محتاجه، عشان الكود طبعا كبير أوي أو كله داخل في بعضه، فإن أنا عايز جزء معين فبحتاج ممكن أقف عليه عادي. فخلينا مثلا نقف على الكلام ده. لو جينا بصينا فهو ديف، هو ديف في الكود هنا عندي هو عبارة عن ديف ليه اي دي معين، في نفس الوقت جواه كلام وبعديه لينك. فخلينا مثلا نعدل في الكلام ده. احنا الكلام ده عندنا مثلا اللي هو جوجل اوفرد ان او كذا، خليه مثلا نخليه هلو. هلو وندوس انتر. لو جينا لاحظنا هنا هنلاقي ان هي بقت هلو وورد. طيب سؤال تاني برضه، هل ده معناه إن أنا كده أي حد هيفتح جوجل هيبقى هيلاقي بدل الكلام ده هيلاقي هالو وورلد؟ لأ، هو برضه في نفس الجزئية، هو مش البراوزر أخد النسخة عنده وجا بعديها عرضها لك في في الشكل ده. كذلك أنت أخدت النسخة وهي لسه عند البراوزر، أنت عدلت فيها أو غيرت فيها من غير ما تتواصل خالص مع السيرفر. فمجرد إن أي حد تاني فتح الويب سايت ده، أو إن أي حد تاني أو أنت تحديدا عملت ريفرش، هو هيروح وهيجيب البيانات تاني من الأول، فبالتالي هتبقى اتغيرت أو هتبقى النسخة اللي أنت عملتها أو اللي عدلت فيها اتمسحت وجت من النسخة الأساسية. هنيجي هنا هنشوف إن هلو وورلد اتكتبت واتطبعت عندي عادي. طيب نيجي هنا مثلا في الإلمنت ده، إحنا وقفنا عليه أو دوسنا عليه بمعنى صح، ظهر لنا تحت إن في ستايل. إيه الستايل ده؟ الستايل بتاع الإلمنت نفسه أو بتاع العنصر نفسه، إن أنا عايز ستايل معين. خلينا نقول إن هو مثلا حاجة زي الكلر، هو مديها متغير اللي هو variable جواه قيمة معينة، فبالتالي إحنا هنغير المتغير ده نشيله خالص. هو المتغير ده أصلا عبارة عن لون رمادي، فاحنا لو جينا لغينا اللون ده أصلا هنلاقي إن اللون قلب أسود، بس عشان هما قريبين من بعض فمش باين. نرجع تاني، هنيجي هنا هنلاقي إن مثلا اللون ده لما جينا شلناه مثلا فهو راجع أسود، بس هنكتب ريد مثلا اللون اتغير. كذلك انت كل ده بتعدل على النسخة اللي عندك، نسخة الملفات اللي عندك. فهنيجي بعد الريد خلاص احنا هنشيل ريد مثلا وهنخليه جرين. حلو الجرين. فكده احنا عدلنا على هلو وورلد دي. طيب نيجي نعدل مثلا على البوتون ده. هنيجي نبص هنلاقي إن هو ليه كذا فاليو أو ليه كذا قصدي بروبرتي، اللون والخط وحجم الخط.
طيب الحجم الخط ده احنا اتعاملنا معاه قبل كده، اللي هو الفون سايز. طب احنا عايزين نكبره شوية. لو لاحظنا فهو كبر، بقى أكبر يعني. نزوم أوت شوية. طيب أنا المفروض محدد إن هو اللي على اليمين مش جوجل سيرش خالص. طب هو ليه جوجل سيرش بيتغير؟ لأن الاتنين ليهم نفس الكلاس. إحنا لما جينا قلنا كلاس كان إيه؟ إن أنا بدي اسم لعنصرين أو أكتر من عنصر. فبالتالي إن لو عملت تعديل على واحد هيطبق على الاتنين. فعشان كده الكلاس ممكن نستخدمه الاتنين ليهم نفس الشكل. فبالتالي الاتنين ممكن يبقى ليهم نفس الكلاس عادي. خلينا نصغر، فهنلاقيه صغر بقى بالماينس، فده أكيد لأ. بقى 3، بعدين كبرناه مثلا لحد 34، بس نرجعه حاجة تانية في النص. هنيجي نشوف مثلا حاجة زي المارجن. إيه المارجن ده؟ المارجن ده المسافات اللي من بره، مسافة بين مثلا عنصرين مع بعض فالمسافة بينهم، عنصرين قصدي جنب بعض فالمسافة بينهم. ده اللي احنا قلناه في السي اس اس ان هو مسؤول عن المسافات. فده 11 و4. طب ازاي دي تو فاليوز؟ 11 دي يعني فوق وتحت، 4 يعني يمين وشمال. فلو خليناها مثلا هي بدل 11 خليناها 20 بكسل، هنلاحظ إن المسافة بقت أكبر. طيب هما 4 بكسل هنا، هنخليها مثلا 10. لو لاحظنا هما بعدوا عن بعض أكتر. فبالتالي دي فايدة المارجن. طب البادنج هو ولكن الفرق إن هو بيبقى جوه الإيلمنت. يعني إيه؟ أنا عايز الكلام هنا لو جينا بصينا الحتة دي تحديدا، هنلاقي إن المارجن مسافة يمين وشمال، أو بالأصح من بره عامة، فوق وتحت ويمين وشمال. طيب البادنج المسافة من جوه اللي بين الكلام وبين البوردر أو بين الحد بتاع البوتون. فهنيجي مثلا هنخلي البادنج ده هنزوده شوية، هنزود من فوق، فهنلاحظ إن هو نزل شوية. طب هنقلله بقى أعلى. فده كل اللي أنا بعمله ده بعدل في المارجن والبادنج. هاجي مثلا في حجم الخط نصغره، نيجي في البادنج مثلا نزوده. هنلاحظ إيه؟ لو جينا بصينا إن هو بقت المسافة فوق أكبر وبقى داخل لجوه أكتر. فكل ده هو كان تعديل على ال HTML وال CSS. طبعا مش هنعدل في اللوجيك بتاع الجافا سكريبت، بس ده كده يعتبر كفيل جدا. المفروض كده فهمنا ايه ال HTML وازاي بيشتغل، وايه الجافا سكريبت وازاي بتشتغل، وال CSS اللي مسؤول عن التنسيق بتاع كل ده وازاي بيشتغل. المفروض كده يعني خلصنا. فلو حد عنده أي سؤال يعني يا ريت يفتح المايك أو يبعت في الشات أو يعمل رايز هاند أو أي حاجة.